السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب حبايبي تكونوا بخير. برج الدلو حبايب قلبي، صفوا النية كده، تفعلوا بالخير تجدوه، طلعوا الطاقة السلبية، صلوا على الحبيب وكمان استغفروا. طبعا حبايبي اللي أول مرة بيزوروا قناة أم أحمد، ما تنسوش تعملوا اشتراك وشير ولايك للفيديو يا ولاد، وكومنتات، نصلي على الحبيب وكمان نستغفر. ولازم يكون عندنا يقين وثقة في الله وحده، انه لا يعلم الغيب الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله. انت عندك ناس مستكترة عليك كل حاجة، مراقبين حياتك اكتر ما بيراقبوا نفسهم. انت عندك انطلاقة وهتطلع على اتجاه هيكون حلو، وبإذن الله انت في حد هيقف جنبك وهيساندك في شغلك، هيقف جنبك، ربنا هيرقيك. ممكن انت هتشتغل في شغل كويس، انت ربنا هيعلي من شأنك، انت ربنا هيعليك، او انت مشهور فربنا هيعلي من شأنك اكتر. عندك في عندك في فرحة كبيرة، بس حواليك الناس مش هترضى ان انت تفرح، وانت ربنا هيفرحك. عندك نجاح، فرحة، بس مهما حد يوقف حياتك عشان انت ما تعديش، بس هيكون عندك انطلاقة بإذن الله وانت هتعدي فيها وبإذن رب العالمين. انت انت عارف مين اللي بيراقبك، وعارف مين اللي واقف في طريقك، وكأنك عارف مين اللي عايز يواجهك، بس انت شايف وساكت ومش عايز تخش في متاهات معاهم. انت باعد نفسك وحياتك، واللي هيقرب منك انت واخد قرار ان انت هتاخد حقك بنفسك. انت اتعصبت الفترة اللي فاتت وقاعد بعيد، انت بتودع حد مسافر، يا حد جاي من السفر، او انتوا حد هيودعكم، انتوا مسافرين والله اعلى واعلم. لا اله الا الله محمد رسول الله. انت انت مركز على حاجة معينة، على شغل، على تعليم، على دراسة، على مشروع، والله أعلى وأعلم. انت كأنك سهران، كأنك قاعد وبالك مشغول وبتفكر ليل ونهار على حاجة انت عايز تعملها لنفسك، او تعملها لغيرك. يمكن انتوا وخصوصا النساء تعبانين، متربطين وتعبانين بمراحل، عاملين زي ما يكونوا انتوا دايما مغدورين، دايما مغدورين، دايما تقعوا في مشاكل، او تقعوا مع ناس تتخدع او تنجرحوا فيها، لان انتوا قلبكم ابيض ومش عارفين نوايا الناس اللي موجودة حواليكوا. انتوا زرعتوا خير وبإذن الله هتجنوه، وهتحصدوا خير وبإذن الله. انتوا اللي معاكم مش ليكوا، دايما شايل هم غيركم، وقبل ما بتشيلوا هم من نفسكم. لا اله الا رسول الله. في منكم مستني الرجوع النهاردة قبل بكرة، كأنك محتاج لرجوع، متعلق ببيتك، متعلق بحياتك، متعلق بكل حاجة موجودة في حياتك، في بيتك. مش حكاية رجوع حب وبس، لا، هي بيت، كيان، أسرة، حياتك. انت محتاج ان انت ترجع. في منكم انفصل فعلا، ويمكن انتوا اللي شايلين مسؤولية ولادكم، او شايلين هم انتوا ما كنتوش تتخيلوا ان انتوا فعلا تشيلوا الهم ده. والله اعلى واعلم. هيكون عندكم فرحة بإذن الله، فرحة ونصرة، ودي كبيرة، ودي هتعوضك عن كل شيء راح. وجايلك كمان مال، بس في حد هياخد منك المال. يمكن هتسد ديون، آه يمكن حاجات انت او بتساعد حد في المعيشة، والله اعلى واعلم، او حد هيساعدك. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بس خلي بالكو،
انتوا تعبانين وتعبانين نفسكم، وده مأثر عنكم على نفسكم، وده معمل لك مشاكل كتيرة. ده بيعمل لك الطاقة السلبية، كتر التفكير والحزن يا ولاد. جذبت النفس طاقة سلبية. في منكم عشان انتوا صدعتوا الخير هتجنوه وهتحسدوه. الخير جايلكم، مال، فرحة جايلكم، رزق. مش شرط بقى يكون الرزق ده الرزق في كل حاجة. الرزق ده في الصحة وراحة البال. اي حاجة كويسة ده رزق من عند رب العالمين. بس المشكلة ان انتوا عندكم واحدة متحكمة في كل حاجة في حياتكم. واحدة كده كلمتها قوية ودايما بتمشي الكلام عليكم. دايما كده واقفة في حياتكم، هي وبومة كمان معاها. هما اتنين واقفين لكم كده في حياتكم. واحدة كبيرة والتانية صغيرة. وعندكم نصرة وده بإذن رب العالمين. ربنا هيرديكوا بحمل بولاد. لو ولادكم هيكون بعيد عنكم، ربنا يرضيكم ويقرب بينكم، وده بإذن رب العالمين. ربنا يفرح قلبكم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انت معاك شخص شخصيته قوية. شخصيته قوية زي زي عامل زي مع برج كده او طباع برج. آه، عنده الحسم، القوة، الإرادة، العزيمة. انت عندك فرصة بينك وبين برج السرطان، والشخص ده هيقدم لك حاجة. يا اما هيقدم لك دعم معين، يا اما هيجيلك بهدية معينة، يا اما هيجي بحاجة معينة. لكن انت عندك سيطرة عليه الفترة الجاية، لان انت ممكن تكون بتدي شروطك عليه، او انت بتقول انا مش راجع، اما بتكون شخص كويس وتعمل كذا وكذا وكذا عشان خاطر ما ترجعش المشكلة معاك من تاني. لان انت خلاص بقيت خايف ان الشخص ده انت بتحبه وعايزه، بس انت متخوف ان هو يرجع يعمل معاك كده تاني، او يبعد عنك بالطريقة دي تاني، او يختفي بالطريقة دي. ممكن يكون الشخص ده اختفى عنك شخص فترة، وعمل لك بقى بلوك وطلعك من حياته ومشاك من حياته، او انت اللي عملت مشكلة كبيرة معاه وصدر اي مشكلة وانت قررت ان انت تخرج من حياته وتبعده عنك. في الحالتين في فرصة بينك وبين الشخص ده الفترة الجاية. بس حاول ان انت تديله وقته، لان الشخص دوت في ناس في حياته داخلة في حياته قوية جدا، ممكن يكون مسيطرين عليه، ممكن يكون عنده مشغوليات، عنده شغل اقوى منك في الوقت الحالي. مش اقوى منك في الحب، هو بيحبك وكل حاجة، بس هو بيرتب نفسه عشان يجيلك في الدخلة دي يقف على رجله. ممكن تكون احواله المادية قليلة، فهو بيشتغل اكتر عشان يحسن من احواله المادية، عشان يعرف يرجع لك من تاني ويبدأ ياخد خطوات من اتجاهك. هو ممكن يكون لو هو زوج وحصل بعد بينك وبينه، الشخص ده بيشوف ايه اللي حصل وخلاكوا بعدتوا عن بعض، وبيحاول ان هو يصلحه دلوقتي. عنده في مشغولات كتيرة، وفي متدخلين في حياة الشخص ده. لا اله الا انت سبحانك، لا حول ولا قوة الا بالله. الناس دي بتجذبه وبتشده. حد اهل هو مش عارف يخرج منهم، هو مش عارف ولا بيبعد عنهم. ممكن تكون حاجة في العمل، ممكن يكون مغروس في ديون، مغروس في فلوس، بيرتب حاله. ايا كان ظروف الشخص ده، هو بيرتب اولوياته واموره عشان اما يجي كده زي ما بيقولوا على نضيف. ممكن يجي بقى الفترة الجاية دي او اللي بعدها، يجي لك وقت ما يجي حسب ظروفه. هيكون آه بدأت تحركاته ناحيتك، لكن هو مشغول بيرتب. لا اله الا انت، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
صلوا على الحبيب كده وحطوا لايك. صلوا على الحبيب وحطوا لايك يا ولاد. اللهم صل على الحبيب المصطفى عليه، اللهم صل على الحبيب المصطفى. في عندك انتصار حلو قوي. انت في عندك فلوس جايلك من المحكمة، عندك عدالة في محكمة. ممكن تكون رافع ايديا عشان فلوس، ممكن تكون رافع نفقة في طلاق انفصال نهائيا، لكن انت رافض الدعوة دي، مش عايز ترجع للشخص ده. مش عايز ترجع للشخص ده نهائيا، وبتحسم امر. في حد جديد هيخش في حياة الشخص ده اللي في حياتك. انت عندك في محكمة مال، انت رافع حاجة عشان ورث تاخده، يا اما حد واكل عليك فلوس، يا اما انت بتطالب حد بفلوس مال. عندك في عدالة في المحكمة، عدالة إلهية من عند رب العالمين. وده ربنا هيوفقك في أي حاجة أنت بتحاول تاخدها الفترة الجاية. في حد هيخش في حياتك، في حد جديد عايز يخش في جوه حياتك الفترة الجاية، والحد ده هيكون كويس جدا وبيحبك. ممكن يكون عنده أموال، الحد ده ممكن يكون عنده فلوس الفترة الجاية، لكن انت عندك مم، كنت مشغول عن الوضعية دي ومش عايز تدخل حد في حياتك. ممكن تكون حصل معاك مواقف كتيرة من الشخص اللي انت سبته، وده كلام للناس اللي انفصلت وما عندهاش رجوع للشخص، ومقرر ان انا مرجعش. مقرر ان انا مرجعش للشخص ده. في حد جديد هيخش وهيكون بالنسبة لك السند والظهر بعد رب العالمين، وهيكون كويس وهيكون غني ومعاه فلوس ومعاه أموال ومعاه حاجات كتيرة. ممكن كمان في حد انت نطرته من حياتك وما حبيتش ان هو يخش حياتك اصلا الفترة اللي فاتت. ممكن ما لقيتوش كويس في حياتك، ممكن يكون ما عندوش شخصية، او مش الشخصية اللي انت تحب انها تخش في حياتك. انت عندك عدالة إلهية كويسة جدا، فيها فرصة عمل حلوة قوي جايلك من بعد ما يجيلك المال، من بعد ما تبقى عامل كده، عامل حاجة في المحكمة عشان فلوس. طب أنا ما عنديش حاجة في المحكمة عشان فلوس، الحاجة دي بتخص المحكمة. طب انا ما عنديش، عندك فرصة مادية هتجيلك عن طريق شخص، وده هيخش في حياتك، وده هيدعمك وهينور حياتك وهيخلي حياتك فيها حاجة حلوة بعد صدمات كتيرة انت مريت بيها الفترة اللي فاتت. وعندك آه الحكاية دي عاملة عجلة الحظ. انت عندك عجلة الحظ، وعندك الدعم، وعندك حاجات حلوة الفترة الجاية. لا إله إلا أنت سبحانك كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في عندك طريق انت هتمشيه على سفر، ممكن يكون عندك نجاح في سفر أو بتفكر في سفر. انت الناس اللي عايزة تسافر راح طريق حلو جدا، طريق حلو جدا على طريق سفر. في شخص انت ممكن تكون خرج من حياتك، او انت خرجت ناس من حياتك انت مش عايز تدخلهم تاني، ورافض الصلح مع الشخص ده، لكن انت بتتجسس عليه وعايز تعرف اخباره، او هو اللي عايز يعرف اخبارك من بعد ما خرجت الشخص ده من حياتك الفترة اللي فاتت، او الاشخاص دي عايزة تعرف عنك اخبارك. انت هتاخد طريق سفر، طريق بلاش هتقول ما عنديش سفر، هتقول طريق شغل معين، دراسة معينة، طريق حلو، طريق سالك، مفيش حاجة عوجة في الطريق،
لكن انت رامي الاشخاص دي من حياتك ومطلعهم من حياتك. الاشخاص دي متصنتين عليك وعايزين يعرفوا اخبارك وعايزين يخشوا في حياتك وعايزين يشوفوك في الطريق ده، انت هتكمل ولا لا، هتكون ناجح ولا لا. متصنتين يعني وفظاع. في آه في حد بيدور على انه يأذيك بأي طريقة. حد كده زي ما بيقولوا ايه، هو هيفرح ويشمت لأذاك وانت مش هتناوله كده، لان انت طريقك ما شاء الله رايح كده. اي طريق انت ماشي فيه الفترة الجاية، سواء هتعمل مشروع، هتعمل حاجة، هتسافر، هتعمل اي حاجة، الناس دي متدخلة في حياتك وعاملين نفسهم اللي هم بيحبوك، عاملين نفسهم هم جنبك، ان هم بيسندوك وان هم بيدوك آرائهم الحلوة والجميلة لكن في حد حطك في دماغه كده كره ونفسه ان يشوف حاجة عشان يشمت فيك. هما 3 اشخاص من ضمنهم ناس كده لابسة قناع وهي ان عاملة نفسها بتحبك. واحد منهم بتكره لك الخير، ويعني طريقة مش حلوة، والله اعلى واعلم. لا اله الا انت سبحانك، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله. يعني انت عندك لم شمل مع ولادك، انت لو في سفر هترجع بالسلامة. ممكن حد بعيد عنه بقاله سنين او بقاله شهور او بقاله فترة كبيرة هيرجع بالسلامة، وهيكون في لم شمل مع الشخص ده. طيب لو انت اللي سايب الدنيا وبعيد، هيتلم شملك مع الناس دي. ممكن يكون صدر طلاق، بعد، حاجات زي كده، وعندك في ولادك بعيد عنك او حد واخد ولادك منك، هيكون عندك في لم شمل حلو قوي انت واهل بيتك. يعني ما شاء الله، اللهم صل على الحبيب المصطفى. ممكن يكون في حاجة حاسمة بينك وبين شخص، في علاقة بينك ماتت، بعدت أو ماتت بينك وبينه، حصل بعد بطريقة غريبة وحاجة قطرية. ممكن تكون انت اكتشفت عليه وعشان كده انت اللي بعدت أو هو اللي بعد. آه انت بتشتهي ان انت تشوفه وهو زيك بنفس الطريقة. ممكن يكون بيدور عليك في الميديا، عن النت بقى، عن اي تواصل اجتماعي، عايز يعرف كل اخبارك، وانت بالنسبة له اختفيت او هو اللي اختفى او حصل بعد بينك وبينه. انتوا بتفكروا في بعض دايما، انت وهو بتفكروا في بعض جدا. آه ممكن القدر يقابلكم ببعض تاني، لكن مش مش هتكون علاقة رسمية. ممكن تسلموا على بعض، ممكن يحتاج لك في حاجة، مش هيلاقي نفسه الا انت بس اللي قدامه، وانت ممكن تحتاجه. لو انتوا مش هتحتاجوا لبعض في حاجة بتخص فيما بعد، بس الحاجة دي بعد فترة تلاقي الشخص ده بيدور عليك وانت بقى بتسلم عليه بالصدفة. لو حد مستني علاقة تكمل مع برج الدلو والترسيم او رجوع، ما دي الدلو فيه زي ما بيقولوا كده، في الرجوع بينكوا صعب وهو عنيد. معروف عن برج الدلو، هو بيحبك ويشتهيك وانت نفس الطريقة. يعني العند هو اللي زي ما بيقولوا كده، في منكم مستني فلوس او فرصة عمل او فرصة بيت او شراء بيت او شراء عربية، او مستني فرصة، الفرصة جاية لك، استناها لان انت قدامك مفاجأة كبيرة ودي هتجيلك الفترة الجاية، وفي امنية هتتحقق. ممكن تكون امنية رجوع شخص ليك، ممكن تكون امنية سفر، عايز تسافر، او ممكن تكون عايز حد صغير عايز يخش حاجة معينة. عندك امنية وانت هتوصل لها،
وفي منكم بيتمنى الحمل بإذن الله، وفي منكم هيكون عنده ارتباط، وده كله بإذن رب العالمين. ربنا فرحل بكم يا رب بما تتمنوا. ربنا فرحل بكم، وأهم حاجة تقربوا من رب العالمين وتستخير ربنا في كل شيء في حياتكم.